تخيل طبق كشري يخش الأمم المتحدة. أيوة حرفياً، الكشري المصري اتسجل رسمياً في اليونسكو كجزء من التراث الإنساني العالمي، وده خبر هز السوشيال ميديا، والناس اتقسمت بين اللي فرحان واللي بيقول هو ده اللي فاضل. بس تعالى نهدى شوية ونفكر، هو فعلاً حاجة زي دي تستاهل الفرحة؟ ولا احنا بندور على أي حاجة نضحك بيها وسط الزحمة؟ في الحقيقة الموضوع أكبر من مجرد طبق كشري، فخلينا نفتح الملف ده مع بعض ونشوف الموضوع ده على حقيقته. تعالى نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة، لأن كل قصة ليها حكاية وانت كمان ليك مكان. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل الحكايات الجاية، ويلا بينا نبدأ. بس قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه اليونسكو أصلاً؟ اليونسكو هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن حماية التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم. لكن من سنة 2003 بقى عندها اتفاقية خاصة بحاجة اسمها التراث الثقافي غير المادي، وده بيشمل كل حاجة بتمثل ثقافة الشعوب ومش ملموسة: أكلات، رقصات، موسيقى، تقاليد، حرف، طقوس دينية أو اجتماعية، وحتى لهجات. يعني لما دولة تسجل عنصر معين في القائمة دي، ده معناه إن العنصر ده بقى رسمياً جزء من تراث الإنسانية كلها، لكن مسجل باسم الدولة اللي قدمته. وده معناه إن أي دولة تانية مش من حقها تدعي ملكيته وتبدأ تعرضه في المتاحف أو السياحة باعتباره بتاعها. فده مش تكريم بس، ده نوع من أنواع الحماية القانونية والمعنوية. وطبعاً الموضوع مش سهل، لأن اليونسكو بتطلب ملفات ضخمة فيها أدلة تاريخية وفيديوهات ومقابلات مع ناس بيمارسوا العنصر ده في حياتهم اليومية. يعني مش موضوع شوية ورق، وده السبب اللي بيخلي دول زي المغرب وتركيا ولبنان تتحرك بسرعة لتسجيل كل ما يمكن تسجيله قبل ما حد يسبقهم. ولما نقول إن مصر سجلت الكشري، يبقى احنا كسبنا معركة صغيرة في حرب كبيرة على الهوية. طب الكشري ده خليه، وهل ده مهم؟ الكشري مش بس أكلة شعبية بناكلها واحنا جعانين، لا، هو انعكاس لحالة اجتماعية وثقافية عميقة. الكشري هو مزيج من مكونات بسيطة وكلها رخيصة نسبياً: عدس، رز، مكرونة، بصل محمر، صلصة، حمص، وتقلية. بس المزيج ده رغم بساطته بيخلق حاجة مميزة جداً: طبق بيشبع، طعمه حلو، وليه طقوس خاصة في التحضير والتقديم. واللي أهم من كده، ليه وجود في كل شارع مصري، من أصغر عربية كشري في حي شعبي لأكبر مطعم في وسط البلد. الكشري كمان مش بس أكل، ده له دور في الذاكرة الجماعية للمصريين. كل واحد فينا عنده حكاية مع الكشري: خروجة مع أصحاب، أكلة بعد الامتحان، عزومة بسيطة في مكتب أو شقة. يعني بقى جزء من وجدان الناس، مش مجرد وجبة. علشان كده لما نقول إن الكشري اتسجل في اليونسكو، ده مش هزار، ده اعتراف عالمي إن مصر عندها عنصر ثقافي حي بيتنقل من جيل لجيل وبيمثل المجتمع المصري بكل تنوعه. وعشان نكون واضحين، تسجيل الكشري بيمنع دول تانية من إنها تقول إن الطبق ده بتاعها، خصوصاً وإن في محاولات من كذا بلد إنها تنسب أكلات معينة لنفسها لمجرد إنها بتتعمل عندهم. إنما لما اليونسكو تسجل الأكلة باسم مصر، خلاص اتحسمت. ده غير إنه بيفتح باب للسياحة الثقافية ويشجع السياح يجربوا الأكل المصري باعتباره جزء من التراث العالمي. إيه اللي اتسرق مننا وإحنا سايبينه؟ للأسف في حاجات كتير من تراثنا كانت على وشك تتسرق فعلاً، وبعضها اتسحب من تحت رجلينا وإحنا ساكتين. ليه؟ لأننا مش بنوثق ومش بنقدم ملفات للمنظمات الدولية في الوقت الصح. خليك فاكر إن العالم مش هيرحم، وكل دولة بتحاول تحط إيديها على أي حاجة تقدر تثبت إنها بتاعتها. مفيش حاجة اسمها اللي عنده أصل ياخده، لأ، في حاجة اسمها اللي يوثق وياخد موافقة رسمية. مثلاً الملوخية، أكلة مصرية قديمة جداً ويرجع تاريخها لعهد الفراعنة. كلمة ملوخية جاية من ملوكية، وكان بياكلها الملوك. لكن دلوقتي في دول تانية بتحاول تقول إنها أكلة شامية، وده مش لأنهم معاهم دليل، لكن علشان مصر ما قدمتش ملف رسمي. وكمان في محاولات لنسب الطعمية أو الفلافل لبلاد الشام، مع إن أقدم وصفة مكتوبة ليها كانت في مصر. كمان عندنا فنون زي الأرجوز كانت على وشك تروح لتركيا أو سوريا، ولولا تدخل وزارة الثقافة في اللحظات الأخيرة كانت راحت. وفن التحطيب اللي هو مبارزات بالعصا في الصعيد اتسجل أخيراً لمصر سنة 2016 بعد ما كانت دول أفريقية بتحاول تنسبه لنفسها. وعندنا كمان الموسيقى النوبية والنقوش الفرعونية وحرف يدوية زي الفخار والنحاس والسجاد الكليم، كلها تراث محتاج يتسجل ويتوثق. كل تأخير بيساوي خطر إن حد تاني ياخده مننا. ليه الدول بتجري تسجل تراثها؟ ومين سبقنا؟
الدول دلوقتي بتتعامل مع تراثها الثقافي زي ما بتتعامل مع الثروات الطبيعية، بالظبط كأنها بترول أو غاز. ليه؟ علشان التراث بقى ليه قيمة اقتصادية وثقافية وسياحية ضخمة. لما دولة تسجل أكلة أو رقصة أو طقس ديني معين، بتقدر تستخدمه في الدعاية السياحية وتصدره كمنتج ثقافي، وتمنع أي دولة تانية من إنها تستغل العنصر ده بدون إذنها. مثال على كده المغرب، البلد دي ماشية بخطة محكمة جدا في توثيق تراثها. سجلت الكسكسي والحمام المغربي والشاي بالنعناع والطاجين وحتى الزي التقليدي. تركيا كمان مش سايبة حاجة، سجلت القهوة التركية، البقلاوة، الدبكة، والطرق الصوفية زي المولوية. لبنان سجلت التبولة والفتوش والدبكة. السعودية بتتحرك بقوة وسجلت القهوة العربي والعقال والربابة. يعني الحكاية مش طرف ولا هزار، ده سباق بين الدول، وكل دولة بتحاول تثبت وجودها الثقافي قدام العالم. وده اللي مصر لازم تعمله، لأن عندنا تراث لوحده يملى موسوعات، بس من غير توثيق كل ده ممكن يضيع. إزاي ممكن نستعيد اللي اتسرق؟ استعادة التراث المسروق مش مستحيل، بس محتاج خطة واضحة وشغل منظم. أول خطوة هي التوثيق. لازم نبدأ من القرى والمراكز، نسجل بالفيديو والصوت والصورة كل العادات والفنون والأكلات اللي لسه عايشة وسط الناس. لازم نعمل أرشيف ضخم يكون مرجع لأي باحث أو منظمة دولية. تاني حاجة، لازم يكون عندنا جهاز أو هيئة مسؤولة بس عن تسجيل التراث، تبعت وفود للمناطق المختلفة وتجمع المعلومات من مصادرها الأصلية. ما يصحش نعتمد بس على الإنترنت أو الكتب، الناس اللي بتمارس العادات دي هم المصدر الحقيقي. تالت حاجة، نحتاج دعم دبلوماسي. وزارة الخارجية لازم تتدخل لما تلاقي دولة بتحاول تسجل حاجة من تراثنا، ونبعت اعتراض رسمي ونقدم أدلة تاريخية تثبت إن الحاجة دي بتاعتنا. وده حصل فعلا في حالات قبل كده زي موضوع الأراجوز. كمان التعليم والإعلام ليهم دور. لازم الطفل في المدرسة يعرف عن الفنون الشعبية والأكلات التقليدية والحرف اليدوية، مش بس الحروب والانتصارات. ولازم الإعلام يعمل أفلام ووثائقيات تحكي تاريخ الحاجات دي، كده نرجع تراثنا لينا ونمنع أي حد يسرقه. إيه اللي سجلناه أصلا في اليونسكو؟ رغم إن مصر من أقدم الحضارات في العالم، عدد العناصر اللي سجلناها في قائمة اليونسكو خلال آخر 8 سنين مش كبير، بس في نفس الوقت دي بداية كويسة نقدر نبني عليها. لحد دلوقتي مصر سجلت 11 عنصر في قائمة التراث غير المادي، منهم 1 التحطيب، فن مصري قديم من الصعيد. 2 الأراجوز، فن مسرحي شعبي. 3 السيرة الهلالية، ملحمة شعبية بتتحكي بالإنشاد. 4 الكشري، أكلة مصرية شعبية. 5 العزف على السمسمية. 6 فن الحنة. 7 صناعة الكليم. 8 تقاليد النخيل، مشتركة مع دول عربية. دي كلها حاجات من قلب الثقافة المصرية وبتعبر عن حياة الناس، بس لسه في آلاف الحاجات اللي ممكن تتحط على القايمة. محتاجين نوسع النظرة ونشتغل أكتر. في النهاية الكشري مش بس نهاية المطاف، دي بداية حرب الهوية. الفرحة بتسجيل الكشري في اليونسكو مش بس علشان احنا بنحب الأكلة دي، لكن علشان ده معناه إن مصر قدرت توثق حاجة من تراثها وتحميها. دي خطوة في معركة أكبر بكتير، معركة الحفاظ على الهوية. كل يوم بيعدي من غير ما نوثق تراثنا هو فرصة بتروح. كل رقصة، أكلة، لهجة، زي تقليدي، طقس شعبي، لو ما اتحفظش هيتنسي أو الأسوأ حد تاني ياخده. مش لازم نستنى لما نسمع إن البامية اتسجلت باسم السودان، أو إن البسبوسة بقت لبنانية، أو إن النوبة بقت ثقافة أفريقية ملهاش علاقة بمصر. إحنا نقدر نتحرك ونستعيد اللي ضاع ونحافظ على اللي لسه موجود، بس لازم نصدق إن التراث قوة مش رفاهية. قوة بتحفظ صورتنا قدام العالم وبتخلي أولادنا وأحفادنا يعرفوا هم مين. الكشري بداية مش نهاية. لو عرفنا نحافظ على طبق نقدر نحافظ على تاريخ كامل. حكاية مش بس عن كتاب، لكن عن حالة. بعد ما عرفت كل ده، فكر معايا، هل إحنا محتاجين نرجع نعبد زي داوود؟ مش بس بفرض لكن بإحساس. هل محتاجين نعيد اكتشاف جمال المناجاة؟ حكاية مزامير داوود ما كانتش مجرد ترانيم، كانت دعوة للصلاة من القلب. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة الحكاية كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.